السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواتي ميماتي متتبعاتي الوفيات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم اللي هو على الابواب. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالرزق وبالتيسير وبكل حاجه ما كتمناو ان شاء الله باذن الله، والله ييسر لكم اموركم. وشكرا للمتتبعات ديالي الوفيات اللي متابعيني، المهم سواء الناس الجداد او الناس القدام، ما نساش الناس القدام حتى همايا. المهم اخواتي، للامانه هذا الفيديو راه ديال السنه الماضيه، ديال البريوات ديال كاوكاو، ولكن كنت حاطه في واحد الروتين وحبيت هكا نديرو بوحديتو، سواء اي وحده دخلت القناه وبغات البريوات ديال كاوكاو يجوها ساهلين في الريشيرش ديال القناه ديالي. المهم اخواتي، كيف ما شفتوا السر ديال هاد البريوات ديال كاوكاو القرمشه ديالهم كيجيو بنان. بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي باغيين يجربوا البريوات ديال كاوكاو، انا راه هذه هي الطريقه المعتمده عندي، دائما كنديرها، وحتى نتوما غنوريكم الطريقه ديال هاد البريوات اللي كيجوا مقرمشين وكيجوا لذاذ. المهم تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير. كيف ما شفتوا اخواتي، هنايا عندي كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران، سواء تحمروا في الفران او لا في المقله. النص حيت لي القشره والنص خليته بالقشره ديالو. عندي هنايا صفر بيضه، عندي 50 غرام ديال الزبده سبيسيال، عندي الماء زهر باش غنجمع العقده ديال الكاوكاو، عندي كاس ديال العنبه ديال السنيده، عندي معلقه كبيره ديال القرفه. بالنسبه الكاوكاو عفوا، كيف ما قلت لكم نطحنو يعني ندوزوه في المقله او لا نديروه في الفران، راه بحال. المهم غير هنا النص نحيدوا ليه القشره ديالو والنص نخلوه بالقشره ديالو. هنايا كيف ما شفتوني غنبدا نطحن في كل طحنه، غنبدا نطحن الكاوكاو، غندير معاها واحد شويه ديال السكر سنيده، والسكر سنيده كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. يعني اللي باغي ينقص الحلاوه يكتفي فقط بكاس ديال السكر، اللي باغي يزيد. انا هنايا للامانه البنات راه درت كاس ونص ديال السكر سنيده، يعني في كل طحنه كنطحن معها شويه ديال السنيده على حسب، كيف ما قلت لكم، على حسب الذوق ديال كل واحد، واش باغينها تكون حلوه بزاف لان مازال غيطفى في العسل، يعني اللي باغي ينقص الحلاوه ينقص. كيف ما قلت لكم طحنا البنات الطحنات الاخيرين اللي غنطحن الكاوكاو، ما نطحنهمش مزيان، ما نيلهمش مزيان، نخليهم شويه داك الكاوكاو يكون باقي شويه باين. هنايا من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي، الزبده درتها في الكاسرونه ودرتها فوق العافيه حتى حيت من هذاك الماء ديالها واللبن اللي كيكون فيها، لانها من اصل حيواني، يعني تولات ليا الزبده نوازيط. هنايا زدت عليها معلقه كبيره ديال القرفه، وغنزيد هنايا داك الصفر بيضه، يعني هذه هي العقده ديال الكاوكاو. هنايا باش غنجمع هاد العقده هذه، كيف ما شفتوا هنايا عندي جوج قراعي، هنا غير هذيك القرعه الاولى كان باقي فيها واحد شويه ديال الماء زهر، هنايا القرعه الثانيه غنبدا نزيد بالشويه غنبدا نزيد في الماء زهر حتى كتجمع ليا العقده. كيف ما قلت لكم جوج طحنات الاخيرين ما نطحنش كاوكاو بزاف، نيلو، نخلي داك كاوكاو باقي شويه صحيح، باش حتى ملي كنبغي نعض في ديك البريوه كيبانوا لك دوك الطريفات ديال الكاوكاو. المهم راكم نتوما فهمتوني. كيف ما شفتوا كنبقى نزيد في داك الماء زهر، نبقى نزيد فيه حتى كنحس بالعقده ديالي، او كيف ما شفتوا بهاد العقده هذه ديال الكاوكاو صافي بدات كتجمع ليا. كيف ما شفتوا راه كيبانوا لكم البنات دوك الطريفات، راه باقيين الطريفات ديال الكاوكاو. المهم هنايا هاد العقده هذه غنشكل منها كويرات كاملين، غنديرهم في البلاطو، يعني كل كويره غندير فيها 9 غرام 10 غرام باش كنسهل عليا المأموريه. كيف ما شفتوا انا راه ستفتها في البلاطو وغطيتها بالسلوفان باش ما تنشفش ليا من طبيعه الحال العقده. كل كويره درتها في الميزان، درت فيها 10 9 غرام. هنايا عندي الورقه ديال البسطيله، يعني كيضربها، جبتها من عند الولد اللي كيصايب اللي كيضرب الورقه. جبت هنايا كيلو ديال الورقه، كيف ما شفتوا درتها على زوج، هزيت النص تنيتها على جوج، ومن بعد بديت كنقطع اشرطه. هنايا باش يجوني الاشرطه مقادين درت القياس بالصباع ديالي، دوك 3 اللي كيكونوا الوسط حيت الصغير ودرت القياس ديال 3 الصبعان. المهم دوك الجنيبات البنات راه ما ضيعتهم ما حتى شي حاجه، للامانه راه ما كنضيعوهم ما حتى شي حاجه. دوك الجنيبات اللي كيكونوا في الاطراف راه كنخليهم في الاخر، استخدمتهم يعني كاملين، ما ضيعت حتى شي ورقه ولا فتفوته
صغيوره لان كامله استخدمتها. وكيف ما قلت لكم هذه هي الطريقه المعتمده عندي في البريوات. صراحه الطريقه اللي كندير انايا دائما في كل سنه بحول الله. كيف ما شفتوا هنايا راه البنات، راه هنايا كنت درت النص. كيف ما شفتوا الاشرطه راه كان يعني باش كنسهل عليا المأموريه، يعني كنست في الاشرطه 4 ومن بعد كندير دوك الكويرات باش كنجيبهم قادين وكنسهل عليا المأموريه. من بعد ما كندير ديك الكره كيف ما شفتوا كنبدا نتني على شكل مثلث. وملي كنبدا نتني كنحاول ديك الكره كنبسطها واحد شويه وكنضغط على دوك الجنيبات باش العقده يعني ما كتبقاش ليا غير في الوسط، يعني كتمشي حتى لدوك الجنيبات صافي. ومن بعد كنبدا نتني فيها على شكل مثلث كيف ما كتشوفوا. كندي لهاد الجنب وكندي ثاني لهاد الطرف الاخر وكندي لهاد الطرف الاخر. من بعد حتى كنخلي غير واحد شويه كيف ما شفتوا يعني وكيتشكل ليا على شكل بريوات. ها نتوما البنات شوفوا بالنسبه للمبتدئات كندير المثلث، يعني كندير الوريقه كنديرها على شكل مثلث. من بعد كنبدا نمعس واحد شويه ديك الكويره باش كتمشي ليا لدوك الجنيبات باش ما يبقاوش خاويين. من بعد كنولي ندي لهاد الجهه وكندي لهاد الجهه وكندي لهاد الجهه كيف ما شفتوا هنايا بالعرض البطيء باش كتكون ليا بريوه اولا شكل مثلث. من بعد كيبقى ليا داك الطرف الاخير ما كنخليه حتى غنلصقو بالدقيق اللي هو والماء. كيف ما شفتوا راه ساهله البنات. وهاد هاد البريوات صراحه ديال الكاوكاو كيجيو بنانين على ديال اللوز. انا كنفضل ديال الكاوكاو على ديال اللوز لانهم كيكونوا بنانين صراحه كتكون فيهم واحد القرمشه. هما ديال اللوز ماشي ما بنانينش بنانين، ولكن انا للامانه ديال الكاوكاو كيجوني احسن. ومعظم الاخوات ديال اللوز ديال الكاوكاو كيبقاو شويه اقتصاديين لان اللوز طالع شويه على كاوكاو. واخا هذا الغلاء هذا ماشي مشكل مهم، راه دابا هاد السلعه كامله كل شيء غلا، ولكن ديال الكاوكاو كيبقاو شويه اقتصاديين. بالنسبه الا بغيتوا ديروا غير نص كيلو ديال الكاوكاو راه تقدروا ديروها. راه حتى نص كيلو تبارك الله ما شاء الله راه غيخرج لكم واحد الكميه ديال البريوات. صافي هنايا كيف ما شفتوني كملت هذوك الاشرطه كاملين وكنعاود ثاني ندير اشرطه اخرى. غير هي البنات واحد الملاحظه بالنسبه ملي كديروا الاشرطه داك يعني الجهه اللي كتكون حرشه هي اللي كنديروا لداخل والجهه الرطبه كنخلوها برا. صافي هنايا كيف ما شفتوني كنبدا ندير دوك الكويرات، ولكن ضروري البنات تشكلوا منهم كويرات. علاش؟ باش كيتسهلوا عليكم المأموريه، يعني ما كتبقاوش كوري ومن بعد حطي شويه كتجي شويه معقده القضيه. المهم ملي كديروهم كويرات يعني كتسهل عليكم، كتولي غير كديري في الاشرطه وكتديري دوك الكويرات وكتبداي ديري. هنايا غنستفهم كاملين في اللاطه ونخليهم حتى كينشفوا مزيان من داك الدقيق اللي هو والماء اللي باش لصقتهم كيف ما كتشوفوا باش دوك الاطراف باش كيلصقوا، باش ملي نبداو نقليو فيهم في الزيت ما كيتحلوش لينا. وضروري نستفوهم في اللاطه ونخليوهم واحد الساعه بحال هكاك حتى كينشف لينا داك الدقيق اللي هو الماء باش لصقنا هاد البريوات هادو. ومن طبيعه الحال جانا شي طرف اللي هو كبير كنقصوا منه بالمقص. وصراحه كيجيو هاد البريوات صراحه غزالين وبنانين ما تشبعوش منهم. المهم هنا كملت الكميه كامله اللي عندي ديال البريوات. هنا كنبقاو لي دوك الجنيبات اللي كنت قلت لكم شكلت منهم هاد شويه ديال الصيغار. صافي هنايا خليتهم في الطاوه حتى كينشفوا ساعه ونص، ما غطيتهم حتى شي حاجه، نخليهم حتى كينشفوا من طبيعه الحال. ودابا غندوزو باش نقليهم وغنوريكم الطريقه ديال القلي ديالهم باش يجيو مقرمشين وما يجيكمش خضرين، يعني ما كيكونوش من الداخل يعني من برا محمرين ومن الداخل كتكون الورقه باقا بيضاء. المهم هنايا غندير في الزيت المقله، غندير فيها الزيت وغنديرها فوق العافيه ونخلي الزيت حتى كتسخن ليا مزيان. من بعد ونخليها نقص على العافيه ونخليها حتى كتبرد شويه في الحراره ديالها، لان ما تكونش العافيه مجهده باش ما يتحمروش لينا ومن الداخل يبقاو خضرين. كنرمي دوك البريوات ديالي ونخليهم واحد شويه حتى كنشوفهم. من بعد كنبدا نقلبهم ولكن ما كنحيدش عليهم، كنبقى حداهم باش كنبقى نديهم ونجيبهم حتى كيتقرمشوا ليا. من بعد البنات هنايا صافي من بعد ما كيف ما شفتوا تحمروا ليا هنا كنطفيهم مباشره في العسل انا ما كنشريش، كنديرو في الدار اللي هو المعسل المعتمد عندي وفايت مني مصايبه السنه الماضيه. وغنخلي لكم البنات في الصندوق الوصف. عسل كيجي بنين من قالب ديال السكر
تبارك الله عليكم البنات، راه كل وحده والطريقه ديال العسل ديالها كيفاش كدير لها، ولكن انا بالنسبه لهذا العسل هذا هو المعتمد عندي، كنديرو كل سنه ان شاء الله. صراحه كيليق المعسلات، وحتى لو بغيتي تدهني به بحال هكايا ان شاء الله البغرير مسيمنات، يعني كيجي الجميع سميتو كتكون فيه حتى واحد النسمه زوينه. المهم هنا كيف ما شفتوا من بعد ما تحمروا ليا، هنايا درتهم طفيتهم في العسل، كنخليوهم شويه يشربوا العسل ما بين قليه وقليه. صافي هنايا حيدتهم وخليتهم حتى تصفاو وصافي، وحطيتهم هنايا في هاد الطبيصيل ودرت عليهم واحد شويه ديال الزنجلان. صراحه البنات كيف ما قلت لكم راه هذه هي الطريقه المعتمده عندي اللي كل سنه كنجرب بها هاد البريوات، ما كنغيرها ما حتى شي حاجه. وان شاء الله نتوما نتمنىكم تجربوا هاد الطريقه هذه، لان البريوات ديال الكاوكاو كيبقاو اقتصاديين، ولكن القرمشه ديالهم واللذه ديالهم صراحه كيجيو زوينين هاد البريوات هادو ديال الكاوكاو. المهم اخواتي كيف ما شفتوا بريوات كيجيو مقرمشين ولذاذين. هنايا كيف ما شفتوني درت عليهم واحد شويه ديال الزنجلان، بغيتو ديروا لهم الزنجلان ديروه، ما بغيتوش ديروا لهم ما ديروش. المهم يعني كل وحده ويعني كاينه اللي كتبغيهم بالزنجلان، كاينه اللي ما كتبغيهمش بالزنجلان. انا كيعجبوني بحال هكايا ندير عليهم شويه ديال الزنجلان. المهم اخواتي باش تشوفوا هنايا غنحل معكم وحيده باش تشوفوا بانهم مقرمشين، وحتى الورقه راها طيبه من الداخل، يعني ما خضراش، يعني راها طيبه. كيف ما شفتوا كيجوا لذاذين وبنانين. المهم هذه هي الطريقه عندي اللي كندير انا في البريوات ان شاء الله، وغنحط لكم حتى الشباكيه اللي دائما كنديرها كل سنه وهي معتمده عندي ان شاء الله باذن الله. كنتمنى اخواتي ما تنساونيش من لي لايك ومن البارطاج. ولا اي واحد ولا اي وحده دخلتي القناه ما تنسينيش من واحد اللايك ومن واحد الاشتراك. جزاك الله كل خير. وهذه صافي هنايا البنات غنكون ساليت معكم فيديو. كنتمنى البارطاج كيف ما قلت لكم لي لايك، وغنقول لكم عواشركم مباركه، ونخليكم هنايا وغنقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.